احلى حاجه بقى ان انا صحيت وصليت الفجر، وبعد كده نروح نشوف بقى هنعمل إيه. من احسن التجارب اللي عملتها الاسبوع ده اني صحيت بدري، صليت الفجر، ونزلت اجرب الكاياك وقت شروق الشمس. دايما بنفكر ان علشان نغير مودنا لازم نسافر او نصرف فلوس كتير، بس الحقيقه مش لازم. بعد صلاة الفجر نزلنا النيل وجربنا الكاياك مع أول ضوء الشمس. رغم إني سافرت أماكن كتير، أحب أقول إن منظر شروق الشمس على النيل من أجمل المناظر اللي ممكن تشوفها في حياتك. والأجمل إن التجربة دي مش مكلفة، وفي نفس الوقت رياضة بتخليك تفصل شوية عن ضغط الحياة والشغل. وعلشان كده أنا قررت أخليها جزء من روتيني، حاجة بسيطة أجدد بيها طاقتي من وقت للتاني. وبعد ما خلصنا قلنا نختم الصبح بفطار حلو. رحنا الزمالك واخترنا نفطر عند توماس، مكان كده كلاسيك، وبصراحة الأكل فيه طعمه جميل ومختلف. ولو حد حابب يعرف تفاصيل أو حتى حابب يشاركنا التجربة، اكتب لي في الكومنتات، ممكن نظبط يوم سبت ننزل فيه كلنا ونجربها مع بعض.